الحمد لله الذي جعل الإيمان عاصما ومانعا من كل رذيلة معنوية ونفسية ومن كل سيئة مادية وحسية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه العزيز: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، نستفتح ونبتدئ ونستهل ونبدأ خطبتنا هذه بقول العبد الصالح الشافعي رحمه الله حين قال معبرا ومنوها عن هذه الحقيقة التي نحن بصددها وبالكلام عنها، وهي حقيقة اليقين بالرزق. يقول رحمه الله: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وأنا إن مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. أيها الإخوة المسلمون، الدعوة إلى اليقين بالرزق هي ليست الدعوة إلى الدعى والراحة والكسل والخمول والتقاعس والتقاعد عن طلب الرزق، بل اليقين بالرزق هو الأخذ بالأسباب ثم بعدها ربط النتائج والطموحات والأهداف برتب الأسباب. يقول الشاعر رحمه الله: ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجزع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب. هذه قاعدة إلهية كونية ربانية. وهل بتحريك الجذع يسقط الرطب؟ هذا فيه ماذا؟ إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يأخذ بالأسباب، حتى ولو كانت هذه الأسباب بسيطة، ولكن هي تعتبر من أكبر الطرق للحصول على الرزق. وهذا ما دعا إليه الصحابة رضوان الله عليهم، وفي مقدمتهم وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويسأل الله تعالى، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة،
لأن بعض المسلمين اليوم يقولون كل شيء مكتوب وكل شيء مقدر، لكن هي كلمة حق أريد بها باطل، كلمة يستند عليها البطالون والمتقاعسون والكسالى والهزلون الذين ركنوا وتطاقلوا إلى الأرض وابتعدوا عن الأخذ بالأسباب. فينبغي أن تكون هذه الرسالة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. أيها الإخوة المسلمون، موضوع الخطبة اليوم سنركز فيه على الثمرات التي نقطفها ونجنيها إذا ما كان يقيننا بأرزاقنا قوية، وإذا ما كان يقيننا بأرزاقنا إيمانيا يقينيا إن صح التعبير. هناك ثمرات متعددة وكثيرة، ولكن من أهم الثمرات ترك الحسد، ومن أهم الثمرات البعد عن الحرام والشبه بمختلف أشكالها، ومن أهم الثمرات القناعة، ومن أهم الثمرات تفريغ القلب لهم الآخرة. لكن اليوم سنركز على ثمرة واحدة فقط، وهي ترك الحسد. لأن كيف الإنسان يستطيع أن يترك مدى الحسد؟ هي رذيلة من الرذائل، آفة من الآفات، هي داء مستعصي له سوابق وله لواحق تسبقه آفات سيئة وتلحقه آفات كثيرة وكلها سيئة. الحسد، وما أدراك ما الحسد؟ الذي يوقن برزقه لا يمكن أن يحسد غيره، الذي يوقن برزقه لا يمكن أبدا أن يتطلع إلى ما عند غيره، الذي يوقن برزقه لا يمكن أبدا أن يقارن غيره بنفسه، أو العكس، أن يقارن نفسه بغيره. ومن هنا جاءت التعاريف التي توضح وتبين لنا صفة هذه الرذيلة وهذه الآفة التي سببها الأول عدم اليقين بالرزق أو ضعف اليقين بالرزق. بمعنى متى الإنسان يحسد ماذا غيره؟ الإنسان يحسد غيره إذا كان يقينه برزقه ضعيفا، إذا كان يتصور ربما هذا الإنسان أخذ عليه رزقه، إذا كان يتصور بأن ملك هذه النعمة أو ملك الإنسان لهذه النعمة هو خطر على هذه النعم التي يملكها هو. ولهذا يقول الجرجاني رحمه الله في تعريف الحسد: هو تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد. بمعنى أن الحاسد يتمنى أن تزول هذه النعمة على الذي حسد وتأتي إليه مباشرة. ولهذا يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله: الحسد
زوال النعمة عن مستحق لها. وربما هذا الحسد وهذا التمني يتبعه السعي في زوالها. وهنا مكمن ماذا الخطر؟ أن الحاسد لا يكتفي بأنه يحسد ماذا غيره، ولكن هذا يدفعه إلى أن يستعمل وسائل وأسباب حتى تزول هذه النعمة على هذا الإنسان. ربما سحر، ربما شعوذة، ربما أسباب أخرى خبيثة سيئة. وهنا مكمن ماذا الخطر؟ فالحاسد أيها الإخوة هو ذلكم الإنسان. تكون الصورة ماذا واضحة؟ إن كثير من المسلمين اليوم يقعون في رذائل وآفات فاسدة ومفسدة وهو لا يدري. من منا يرضى أن يقع في هذه الآفة الخسيسة وهي آفة الحسد؟ لا أحد منا يرضى هذا. لكن إذا لم نعرف حقيقتها ربما نقع فيها ونبرئ ونخلص أنفسنا منها. فالحاسد أيها الإخوة هو ذلكم الإنسان الذي امتلأ قلبه حقدا وبغضا على النعم التي أنعم الله بها على خلق الله، على خلقه. الحاسد أيها الإخوة لا يسره أن يرى نعمة على أحد من الخلق. الحاسد أيها الإخوة لا يحب أن يرى غيره هو أفضل منه علما أو أجل منه قدرا. الحاسد لا يحب أن يرى غيره هو أكثر منه مالا أو أكثر منه ولدا أو أرفع منه منصبا. الحاسد أيها الإخوة هو يحب لنفسه الخير كل الخير ويكره للناس الخير كل الخير. الحاسد أيها الإخوة هو إنسان ضيق الصدر ضيق الآفاق، هو إنسان أناني، هو إنسان ذاتي، هو إنسان جشع، هو إنسان ساقط إن صح التعبير. ومن هنا كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في الصباح ودعاء في المساء. روى النسائي من حديث عبد الله بن غنام وهو صحابي جليل لديه أحاديث، ولكن أحاديث معدودة تعد على الأصابع. من أهم هذه الأحاديث التي رواها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. هذا الذي يحب الخير لكل الناس، يمتلك سعة الأفق ويمتلك قلبا نقيا صافيا، فهو إذا أصبح يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
إذا أعطاه الله نعمة يصر بها، وإذا رأى نعمة على أخيه المسلم يفرح ويصر بها أيضا. جاء في بعض الروايات الأخرى من قال هذا الدعاء كان يصبح، من قال هذا الدعاء حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قال هذا الدعاء حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، لأنه يعبر عن صفاء القلوب، يعبر بأن هذا الإنسان المسلم بعيدا كل البعد عن هذه الآفة التي تحرق وتمزق الضمائر والقلوب وتؤثر على الأطراف الأخرى التي وقع عليها هذه الشرارات، وهي شرارة الحسد. شيء آخر وهو شيء عقائدي محض خطير جدا. الإنسان عندما يحسد غيره يتصرف بأن هذه الصفة أو هذا السلوك هو بينه وبين الشخص الذي حسده. لا، ينبغي أن تغير الأفكار والمفاهيم. الحاسد أيها الإخوة هو معترض على قسمة الله، حتى وإن لم يقلها بلسانه، هو قالها بحاله وقلبه وضميره. معترض على قسمة الله، هو معاد ومعتد على خلق الله، بل هو معاد لنعم الله في الأرض. ابن مسعود رضي الله عنه كان دائما يحذر الناس ويقول لهم: لا تعادوا نعم الله. فتعجب الناس: وكيف نعادي نعم الله؟ فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: الذين يعادون نعم الله هم الذين ذكرتهم الآية، الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فابن مسعود رضي الله عنه يترجم للناس هذه الآية إلى واقع الحياة، الآية التي في أواسط سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. مرة أخرى أن الحاسد هو أساء الأدب مع الله، هو لم يسيء الأدب مع خلق الله فحسب، بل هو أساء الأدب مع الله، وفي قضية خطيرة وخطيرة جدا، لأنها تتعلق بالقضاء والقدر. ولهذا يقول الشاعر يخاطب هذا الذي حسده وتعالى وتكبر عليه: ألا قل لمن ظل لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب فأخذاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. هذه هي المجازات. ألا قل لمن ظل لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. وهذا كله تأكيدا لما جاء في الآيات
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وفي آية أخرى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وفي آية أخرى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نحن قسمنا، النون تعود على الله عز وجل، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. المولى عز وجل هو الذي قسم الأرزاق، والمولى عز وجل هو الذي خلق هذا التفاوت بين الناس، هذا غني وهذا فقير وهذا متوسط. وكذلك وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. لماذا هذا التفاوت؟ هذا التفاوت كله اختبار وامتحان لهذا الإنسان. إن كان غنيا امتحان له، هل يتواضع ويعطف على الناس أم يتكبر ويتغطرس على عباد الله؟ وامتحان واختبار لهذا الفقير، هل يصبر؟ هل يحسد غيره أو لا يحسد؟ هذا كله من باب السنن الكونية أيها الإخوة. التفاوت في الأرزاق والتباين في الأرزاق هي سنة كونية ثابتة لا يمكن أن تتغير، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الذي يريد أن يقلد غيره في كسب الأموال إلى ذلك فهذا الإنسان مخطئ. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لا يمكن له أن يغير هذه السنة الكونية الثابتة. معنى إذا كان الناس كلهم يريدون أن يكونوا أغنياء هذا أمر لا يمكن، حتى وإن سعوا كلهم في طلب أرزاقهم وعملوا الليل والنهار لا يمكن أن يكون المجتمع كله غنيا، ولا يمكن أن يكون المجتمع كله فقيرا أو متوسطا، فلا بد أن يكون هناك تفاوت وتباين. هذه سنة إلهية كونية. والشيء الذي قد يغيب عنا أمر هذا مهم، هذا التفاوت كذلك هو حكمة ربانية. هذا الشيء ماذا مهم؟ هو حكمة ربانية. قد تجد أناس يعملون نفس العمل ولكن ذاك غني وذاك فقير، هذه حكمة. قد تجد إنسان ربما لا يعمل كثيرا وهو غني، وقد تجد إنسانا يعمل كثيرا وهو فقير. هذه كلها تدخل في الحكمة الربانية. المولى عز وجل لا يعجزه شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني في وقت واحد، مش لعصر واحد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في وقت واحد وفي صعيد واحد فسألوني ماذا تريد أنت وماذا تريد أنت، فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لا المخيط اللي خيطوا به إذا دخلنا البحر شحال الكمية التي يأخذها من الماء كم هي؟ ربما لا توجد لنا كمية أصلا. فهناك حكمة.
هذه الحكمة نعرفها من النصوص القرآنية والنبوية. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. المولى عز وجل هو أعلم بك من نفسك، هو أعلم بنا من أنفسنا. بل أن في حديث القدسي يوضح هذا الحكمة توضيحا واضحا وضوحا شافيا. يقول المولى عز وجل في الحديث القدسي: من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. حديث صحيح في السنن. هذا الحديث ماذا يبين؟ هناك من الناس فائدته ومصلحته والتزامه بدين الله في الفقر، أن يكون فقيرا، لأنه إذا أغناه الله يكون عاصيا منحرفا ويكون مصيره النار والعياذ بالله. هناك من الناس إيمانه ضعيف لا يصلحه إلا الغنى، فإذا أفقره الله ربما ابتعد عن طاعة الله وكان مصيره النار والعياذ بالله. ولهذا يقول المولى عز وجل في هذا الحديث القدسي: من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسده ذلك، ومن عباده من لا يصلحه إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسده ذلك. الحسن البصري رحمه الله قدم إلينا نصيحة وقال: يا ابن آدم، لا تحسد أخاك، فإن كان هذا الذي أعطاه الله لكرامته عليه فلا تحسد من أكرمه الله. هناك أناس يعطيهم المولى عز وجل النعم لأنه أكرمهم وأعطاهم هذه النعم، فأنت لماذا تحسد إنسانا على كرم الله؟ ثم قال الحسن البصري: وإن كان هذا الذي أعطاه الله لغير ذلك فلما تحسد من مصيره إلى النار والعياذ بالله. هناك تناقض. معنى شخص أعطاه الله مالا أو نعمة ماذا من النعم، وربما كانت هذه النعم سبب في استقامة هذا الإنسان، وأنت تحسده. لماذا تحسده؟ لأن هذا من كرم الله عليه، من كرم الله. وإذا كان هذا الذي أعطي النعمة واستعملها في غير موضعها وفي غير طاعة الله وأفسد بها فلماذا تحسده؟ لماذا تحسد الذي مصيره إلى النار؟ وكأن الحسن البصري يقول لنا: ينبغي أن نترك الحسد جملة وتفصيلا، وإذا وقعنا في هذه الصفة الذميمة لا قدر الله فإننا نقع في شيء خطير، وهو الاعتراض على قسمة الله. روى الحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر يوما من الأيام من آفات متعددة، فكان مما قال: سيصيب أمتي داء الأمم.
فقال الصحابة: وما داء الأمم يا رسول الله؟ قال: الأشر والبطر والتنافس في الدنيا والتكاثر والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي والعياذ بالله. هذه كلها توابع الحسد. لو لم يكن هناك حسد ما كان هناك تباغض أصلا، ولو لم يكن هناك حسد ما كان تنافس على الدنيا، ولو لم يكن هناك حسد ما كان هناك بطر، ولو لم يكن هناك حسد ما كان هناك بغي أو ظلم. الشيء الذي نريد أن نشير إليه هو المعادلة ماذا الشرعية. هناك معادلة: تطلع زائد مقارنة يساوي الحسد. هذه معادلة شرعية ثابتة لأنها مستقاة ومأخوذة من القرآن الكريم. المولى عز وجل نهانا عن التطلع. لماذا الإنسان يسأل ويتساءل ماذا يعمل هذا الإنسان؟ ماذا اشترى؟ ماذا باع؟ هذه السيارة التي هو فيها هل هي له أم لغيره؟ كيف اشتراها؟ بأي ثمن اشتراها؟ هذه الأرض التي اشتراها متى اشتراها؟ وكيف اشتراها؟ وبأي ثمن اشتراها؟ هذه التساؤلات كلها تدفعك إلى الحسد. المولى عز وجل في كتابه العزيز يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لازلنا أيها الإخوة بعيدين كل البعد عن القرآن الكريم وتعاليمه. لا تتطلع ولا تمد عينيك إلى هذه الأمور التي يملكها الناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا تمدن عينيك إلى، وعبر عنها بالمد. العين لا تمد لأنها ليست يد أو رجل، ولكن هذا تعبير للذين ينقبون في الخصوصيات ويبحثون عن الأمور والأشياء الدقيقة التي تتعلق بالأشخاص. أنت ما دخلك في هذه الأمور ماذا الدقيقة؟ ما هدفك فيها؟ إلى ماذا تريد أن تصل؟ هذه الأمور كلها منتشرة في مجتمعاتنا انتشار النار في الهشيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. دائما هذه الآية تختم بهذا المعنى: ورزق ربك خير وأبقى ورحمة ربك خير مما يجمعون والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. هذه الدائرة ينبغي أن تشتغل ماذا فيها؟ لماذا تشتغل بهذه الأمور وتترك ماذا الدائرة التي يجب عليك أن تشتغل في داخلها؟ قلنا تطلع. الإنسان عندما يعرف أن الإنسان يملك، باع، اشترى، ما منصبه، كم مرتبه، كم إلى ماذا يدفع هذا؟ إلى المقارنة. هذا أمر خطير. الآن لماذا هذا الإنسان يملك هذا الشيء وأنا لا أملكه؟ لماذا اشتراه وأنا لا أستطيع أن أشتريه؟ لماذا تحصل على هذا الأمر وأنا لا أستطيع أن الحصول عليه؟ مقارنات. المولى عز وجل في كتابه العزيز يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. طبقوا الآيات وافهموا الآيات
وقفوا على رؤوس الآيات. القرآن مملوء بالقضايا المهمة التي تصلح بها مجتمعاتنا وترجع إلى الصواب والطريق السديد. ولكن أن هذه المعادلة، وهي معادلة التطلع إلى معنى الآخر والمقارنة، حتى قال بعض العلماء أن المقارنة هي من أهم الأمور التي تدفع الإنسان إلى هذه الصفة الذميمة، وهي صفة التنافس على الدنيا، والنتيجة الحسن. ولهذا جاءت الأحاديث ماذا أخرى، كلام يطول في هذا الموضوع. على سبيل المثال الحديث الذي رواه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. مهم جدا. لا يمكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مؤمنا وحاسدا في آن واحد، لا يجتمعان. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا يجتمعان في قلب عبد صفتان متضادتان، إيمان وحسد. إذا دخل الإيمان خرج الحسد، وإذا دخل الحسد لا قدر الله خرج الإيمان. وروى الطبراني من حديث ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. ما دام أن هناك عدم حسد هناك خير، لكن إذا حل الحسد فسد المجتمع. معاوية رضي الله عنه كان دائما يقول: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. حاسد نعمة هذا لا يرضيه شيئا إلا أن تزول هذه النعمة. وهذا ما قاله الشاعر العربي حين قال: كل العداوات قد ترضى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسدك. وهنا ربما نختم بقول الرجل الصالح الزاهد، وهو ذلكم الرجل الذي يصاحبنا دائما في دروسنا وخطبنا، وهو غني عن التعريف، الحسن البصري رحمه الله، عندما سئل: لماذا وصلت إلى هذه الرتبة من الزهد؟ فقال لهم: أنا بنيت أمري على 4 أمور. علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. وعلمت هنا بمعنى تيقنت. علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاشتغلت به. وعلمت أن الله يراني دائما وأبدا فاستحييت منه أن يراني عاصيا. والحقيقة الرابعة والأخيرة: وعلمت وتيقنت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. الموضوع طويل جدا، والمعلومات فيه كثيرة ومتشعبة، فنسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لأن ننقي قلوبنا من الحسد والحقد والبغضاء، ونسأل المولى عز وجل أن يجعل قلوبنا بيضاء ناصعة
مثل الورق أو اللبن. نسأل المولى عز وجل أيضا أن يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية، ونسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لأن نستغله أحسن وأفضل استغلال. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هناك أخت من الأخوات الكريمات تلتمس منكم الدعاء، فنسأل المولى عز وجل أن يخفف عليها هذا المرض، ونسأل المولى عز وجل أن يشفيها عاجلا لا آجلا، ونسأل المولى عز وجل أن يثبتها على طاعة الله. فاللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين.